ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا الفيديو ده مختلف شوية عشان عايزة اتكلم معاكم من قلبي. انا حد زيكم بالظبط، بس عارفين ساعات بنحتاج نقعد دقيقتين كده مع نفسنا، نتنفس ونرتاح ونفوق، ومع ذلك بنكمل. انا بحس ان انا بكمل لان انا حاسة بالذنب ان انا ليا حق ان انا ارتاح. فاهمين الشعور ده؟ بس انا النهاردة هكلمكم عن حاجة هتغير حياتكم تماما، وحبيت اشارككم التجربة بتاعتي عن حاجة اسمها الميزانية الزمنية. حاجة كده لو فهمتوها صدقوني هترجع لكم السيطرة تاني على الوقت بتاعكم. واوعي تفكري ان الراحة بتاعتك دي كسل، لا، الراحة دي حقك، والحق ده هنتعلم ازاي ان احنا ناخده صح. فلو مهتمة كملي الفيديو لغاية الاخر ويلا نبدأ. اول حاجة عايزين نفهم هو احنا ليه لما بناخد وقت لنفسنا بنحس ان احنا مقصرين واننا ضيعنا وقت كتير قوي وان احنا كان ورانا الف حاجة وكده. بصي، المشكلة مش في الوقت نفسه، المشكلة في الطريقة اللي احنا اتربينا بيها او الحاجة اللي كانت حوالينا. يعني احنا اللي اتعلمنا ان اللي بيريح نفسه ده بيبقى كسول ومش عارف ايه ومش نشيط، وان الست الشاطرة دايما واقفة وشغالة ومتاحة للناس كلها ومبتقعدش بتلف كده حوالين نفسها. حتى لو جسمك تعب وراسك تعبت ونفسك داخل خارج بالعافية بنقوم نعمل اللي ورانا. ليه؟ علشان متعودين ان احنا نرضي الناس، وعلشان نتكلم، وعلشان نثبت ان احنا كويسين جدا، وعشان نثبت ان احنا قد الموضوع ده. بس في الحقيقة ان عدم الراحة ده بيدمرنا احنا واحدة واحدة بالبطيء من غير ما نكون حاسين. ان انت تأجلي نفسك انت وتحطي اي حاجة تانية اولوية على نفسك، دي اكبر خسارة انت تقدري تخسريها في حياتك. فانا هنا هعلمك يعني ايه تقنية زمنية. بصي، زي ما بنعمل كده ميزانية في الفلوس، فممكن نعمل حاجة ميزانية للوقت. يعني الوقت ده حاجة بتتصرف، فلو ما خدناش بالنا منها هتتسرق. تقنية الميزانية الزمنية ببساطة بتقول ان تقسمي يومك لثلاث حاجات. اول وقت للضروريات، وقت للالتزامات، وقت للراحة. وقت للضروريات يعني بيتك، شغلك، ولادك، الزيارات العائلية المهمة. ووقت للالتزامات اللي انت تقدري تأجليها اللي هي مش مهمة دلوقتي. ووقت ضروري جدا للراحة، وده غالبا اول وقت بيتسرق مننا. فالفكرة هنا ان وقت الراحة ده انت مش فاضية او انت كسولة، ده كده هنخليه بند اساسي زي الاكل والشرب عندنا. وهنا كانت اكبر مشكلة عندي ان انا ازاي اخصص وقت للراحة بتاعي من غير ما احس بالذنب. اول حاجة تعمليها اكتبي يومك كله ايه اللي هيحصل فيه من اول ما تصحي لغاية ما تنامي. تاني حاجة علمي على الحاجات الضرورية اللي لازم تحصل، مفيش مجال لازم تحصل يعني لازم تحصل. تالت حاجة علمي على الحاجات اللي ممكن تتأجل، يعني ان هي الدنيا مش هتقع لو انتي أجلتيها. رابع حاجة دلعي نفسك في وقت راحة ثابت جدا كل يوم، حتى لو كان تلت ساعة بس في اليوم. السر مش في طول الوقت اللي انت تقعدي فيه مع نفسك، السر في ان العقل يعرف ان ليه مساحة ومن حقه يقعد يهدى فيها. انا قعدت اسأل نفسي كتير انا ليه كنت بحس بالذنب وقت ما كنت اقعد ارتاح مع نفسي شوية. الذنب ده ما كانش بيجيلي عشان انا كنت مقصرة، الذنب ده كان بيجيلي من فكرة ربنا عليها ان لازم تكوني منتجة طول الوقت، لازم تكوني بتلف حوالين نفسك طول الوقت، الست الشاطرة، الست اللي مش عارف ايه. مين اصلا قال كده؟ مين حط القاعدة ان الراحة دي غلط؟ طب انتي عارفة المضحك ان انتي لو ما خدتيش وقت لنفسك واهتميتي بنفسك هتجيلك ناس كده وتقولك اللي هم نفس الناس تقولك اهتمي بنفسك شوية. طب انا بحاول اهو، سيبوني ارتاح من غير ما احس يا جدعان ان انا مجرمة. وفي حاجات انا عملتها علشان اتخلص من الذنب اللي جوايا ده. الذنب ده هيتشال بحاجة واحدة بس، انك تدي الاذن من جواكي ان انتي ترتاحي. يعني تقولي لنفسك انا استحق ان انا ارتاح ومحتاجة اصلا الراحة دي. يا جدعان انا مش آلة ومش لازم اكون منتجة طول الوقت. اول ما هتحاولي هتحسي انك بتضيعي وقت شوية، ده طبيعي. تاني مرة الشعور ده هيقل واحدة واحدة، تالت مرة هتلاقيه اختفى، رابع مرة هتحسي انك مش فاهمة انت ازاي كنتي عايشة من غير الراحة دي. وهنا بقى خليني اقولك ايه اللي انت هتحسي بيه في حياتك بعد ما تطبقي الكلام ده. اقوى حاجة هتحسي بيها انك بقيتي انسانة مش مستهلكة او مش متاحة، او الناس مش عمالة تستنفس فيكي. بقيتي انسانة عندك مساحة انك تتنفسي، قادرة ان انت تبتسمي، قادرة ان انت تفكري بترتيب،
قادرة ان انت تتصرفي بهدوء، مش دايما عصبية، مش انك مجرد مكنة بتعملي اكل وشغل وترتيب ومواعيد ومواعين. ايه ده؟ وقتها هتلاقي نفسك اقل عصبية، والتوتر بتاعك ده هيروح. تعاملك مع ابنك او بيتك هتلاقي احسن من الاول بكتير جدا. هتبقي حنينة على نفسك، ودي حاجة انا كنت مفتقداها تماما. وهتكون قراراتك قوية وذكية، وبتعرفي تفكري بهدوء، وبتعرفي تفكري صح. وخليكي فاهمة ان الراحة اللي انت فيها دي مش رفاهية. الراحة دي خليها زي اكن عهد بينك وبين نفسك. يعني انت بتقولي لنفسك ان انت بتحبيها، وان انت ليكي قيمة، وانك بتستحقي الراحة دي. وقبل ما اقفل الفيديو عايزة اقولك حاجة من قلبي. انت مش مقصرة، انت مجهدة. مش كل تعب يبقى اسمه تقصير، مش كل راحة تبقى كسل او انك مش عاملة كل اللي عليكي. اعملي ميزانية وقت لنفسك، وادي لنفسك نصيبها من الراحة. ولما ترتاحي هتعرفي تتعاملي مع الدنيا من غير انهيار، من غير عصبية، من غير دوشة، من غير ما كل حاجة تدفعك تمنها من صحتك. واخيرا لو الفيديو ده فرق معاكي، اعملي شير واعملي لايك وسبسكرايب للقناة، واكتبيلي تحت ايه اول خطوة هتعمليها بكرة. هستنى الكومنت بتاعكم، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.